السلام عليكم يا اغلى متتبعين، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. مرحبا بالناس الجداد اللي عاد التحقوا في القناه. نتمنى ان شاء الله المحتوى ينال الاعجاب ديالكم. في ضمن تحضيرات العيد المبارك ان شاء الله غنشارك معكم واحد الصابلي اللي كيجي رائع جدا، كيجي لذيذ بزاف. غنشارك معكم ان شاء الله الصابلي بالنوغا، وباقي لي صابلي ان شاء الله في فيديوهات اخرى نشاركها معكم. غنحتاجوا المكونات التاليه: الدقيق 125 غرام د الزبده، معلقه صغيره د الفاني، قبيصه د الملح، نص كاس د السكر، نص كاس د الزيت. هنايا في واحد الاناء غادي ندير 125 غرام ديال الزبده في درجه حراره المطبخ، نضيف عليها نص كاس ديال السكر، ما يعادل 75 غرام ديال السكر. نضيف قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق، معلقه صغيره ديال الفاني بودره. ندمج هاد المكونات مع بعضياتهم حتى داك السكر ما يبقاش باين. بالنسبه للبنات بعض المرات كناخذوا السكر كيكون حرش بزاف، ما كيذوبلناش مع الزبده، تقدروا تطحنوه واحد شويه باش يذوب لكم بسهوله. صافي نخدم هاد المكونات، ومن بعد غادي نضيف الزيت ديالي. نضيف الزيت ونخلط الكل هكذا حتى نحصل على واحد القوام كريمي. من بعد ان شاء الله يا ربي نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق البنات انا ما عبرتوش، يعني كتضيفوا شويه بشويه حتى كتحصلوا على واحد القوام اللي هو يعني متماسك، ماشي خفيف بزاف وماشي قاصح عاود، يعني خص يكون ما بين وبين باش يجي لنا الصبلي ديالنا مرمل وهشيش. صافي هنايا بديت كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي ان شاء الله بغيت. هنا البنات مشى لي المقطع اللي كنت صورت لكم فيه القوام الصابلي، يعني من بعد ما عجنته مشى لي، سمحوا لي بزاف صراحه. هنا من بعد ما غادي نكمل العجين ديال الصابلي ديالي، غادي نلويه في السلوفان وندخلو للثلاجه يرتاح تقريبا ساعه. الا كان عندكم الوقت ليله كامله افضل. وصافي هنايا غنطلقوا ما بين جوج البلاستيكات ونرشمو بمرشم بحال هذا الشكل هذا، وكيبقى يعني على حسب الرغبه ديالكم نتوما. وندخلوا الفران على درجه حراره 160 حتى كيتحمر ونخرجوه. بالنسبه للبنات الطبقه اللي غادي تكون فوق الصابلي اللي هي النوغا، غنحتاجوا لها المكونات التاليه ان شاء الله غنشاركها معكم هنايا في التحضيرات. هنا في كاسرونه درت معلقه صغيره ديال الزبده، 50 غرام ديال العسل، 100 غرام ديال المشماش مقطع قطع صغيره، مع 50 غرام ديال الزبيب حتى هو مقطع قطع صغيره. غنخلي الكل يذوب مع بعضياته، ونضيف عليه 125 غرام ديال اللوز كونكاسي سبق لي وحمرته، ونضيف عليه واحد 50 غرام ديال الفواكه معسله. صافي نخلط الكل مع بعضياته هكذا، يطلع فيه الغليه ويندمج الكل. صافي غادي نطفي عليه، نحصل على هذا القوام هذا البنات. هنا البنات اذا ما بغاش يتجمع لكم تقدروا تضيفوا واحد المعلقه ديال الجليكوز. وبالنسبه للصابلي ديالها من بعد ما تحمر وخدا هذا اللون الذهبي، صافي غنبداو في المونتاج ديالو. هنايا النوغا ديالي واجده، غناخذ هاد الليمونه البنات غادي نوزع فيها الصابلي ديالي بحال الطريقه هذه حتى نكمل الليمون اللي عندي بهذا الشكل هذا. وغادي نوضع فوق منه الطبقه الثانيه ديال النوغا اللي حضرت معاكم تقريبا البنات واحد 13 ديال الغرام اللي وضعت من الفوق بحال هكذاك. صافي من بعد ما وزعته في الليمون هكذا كامله، ندخلو الفران تقريبا واحد 5 ديال الدقائق غير يتشمع عليه ونخرجو. نخليه يبرد واحد شويه وندوب الشكلاط ابيض، وهكذا نديرو في بلاستيكه وندير اشرطه من الفوق ديال الصابلي ديالي. صراحه البنات كيجي زوين بزاف، نتمنى تجربوه، اكيد غيعجبكم كيف ما شفتوا، يعني طريقه جد سهله. وبالنسبه لي صابلي اخرين ان شاء الله انتظروا الفيديوهات المقبله. السلام عليكم ورحمه الله.